شوف التعليق هذا تحس انه فعلا طالب مساعدة. طبعا هم يستخدمون مثل هذه الاسماء، ما خلوا قبيلة الا لازم تلقى اسم داخل فيها، وخاصة الحريم. اي والله، الله يكرم الزهرين ويكرم قبائلنا عن مثل هذه الاشكال. هذول النوعيات يا جماعة اللي يستخدمون مثل هذا الاسلوب، نقدر نقول هم اقذر خلق الله، اللي يا رب يا رب انك ما تصادفهم في حياتك. هدي يا بندر وش فيه؟ بس سؤال عادي، لا والله مو بعادي، لانه هذا السؤال وهذه الطريقة تكررت علي، خاصة في المقاطع اللي يتكلم فيها عن أمور مالية، وتلقاهم في كل، تحس في مسميات كذا، منصات مدري ايش يحطون لك مثل هذه المنصات. طبعا اللي يشوف مثل هذا التعليق يدخل في الخاص على هذه النوعيات، كيف حصلت على السعودة مثلا، مثالنا على السعودة، فيقولوا سهلة جدا، خذ الرابط هذا، الرابط هذا يدخلك من أوسع أبواب السجن. نعم، ممكن يخلونك جسر، ممكن يخلونك يستخدمونك في عمليات نصب واحتيال. أنا أحذرك وتكفى انقل تحذيري هذا، وخاصة للحريم، لأني نشوف أشياء في الخاص تقطع القلب يا جماعة. والأنجاس هذولا للأسف يعني يستهدفون الناس البسيطة اللي يا الله يا الله تكمل شهرها، يا الله يا الله ها تمشي حالها بالشهر ويجيها راتب الضمان. لا، وهذولا يسعون انهم يدخلونهم في عمليات نصب واحتيال، ويستخدمون او يستغلون حاجتهم. حسبي الله ونعم الوكيل. كل ما قفلنا ثغرة طلعوا لنا بثغرات ثانية. فهذه من العمليات الجديدة اللي هم قاعد يستخدمونها في التعليقات، تلقاهم دائما في التعليقات يصيدون ضحاياهم من خلال الناس اللي تحتاج مثل هذه المبالغ، لأنه بعض التعليقات فيها 4000 وفيها 5000. فاحذروا وحذروا غيركم، لأنهم هم العدو. اي والله، اي والله، حسبي الله ونعم الوكيل.